اتنصب عليك من مورد في علي بابا؟ تعال اقول لك احسن 3 طرق عشان ما يتنصبش عليك تاني. اول حاجه انك تختار التاجر يكون فيريفايد، يعني بيكون موثق عن طريق علي بابا، عليه علامه صح. الحاجه الثانيه تختار عدد السنين، كل تاجر او كل مصنع بيكون تحتيه فيريفايد وبيكون تحتيه عدد السنين. لو اقل من سنتين خليك حريص في تعاملاتك، اكتر من كده تمام. الحاجه الثالثه والاهم انك تخلي كل تعاملاتك في الشات بتاع علي بابا. اوعى اي مورد يقول لك تعالى واتساب او تعالى ويشات او تعالى على التليجرام او على الفيسبوك او اي مكان وتقول له تمام، لان هنا بيبدا النصب. ليه؟ لان علي بابا بيضمن حقك في حاجتين. اول حاجه في حاجه اسمها تريد انشورنس، يعني الضمان التجاري، ان لو بعت فلوس وما جالكش بضاعه او اي حاجه تقدر انك تطالب علي بابا بالمبلغ بتاعك ما دام في محادثات موجوده في الشات. الحاجه الثانيه والاهم ان في ميزه ثانيه في الشات، ان في بعض التجار بيتاخروا عليك في تسليم البضاعه، فبالتالي يحق لك بتعويض 10% من قيمه المبلغ اللي دفعته يرجع لك في حسابك. ده ضمان للتاخير بتاعه. الحاجه الاخيره انك دايما خلي بالك من حاجه، في اي مورد بتتعامل معاه بتدفع ديبوزيت بس 30 الى 40%، ما تدفعش المبلغ كامل. بعد التصنيع وبعد ما تشوف فيديو للبضاعه بتاعتك وتشوف الكواليتي بتاعتها زي ما انت مختارها ونفس الباكج بالظبط، تحول ال 70% او ال 60% المتفق عليها الباقيه قبل الشحن. اوعى تحول الفلوس كامله لاي مورد صيني. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل متابعه للقناه عشان يوصل لك كل جديد في البيزنس وفي التجاره.